السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشارك معكم المقلوبة تاع الرز بالخضرة. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم اللي راح نشاركها معكم. هنا نبداو بالوصفة تاعنا. للوصفة تاعنا نسحقوا طرف تاع الدجاج، كل واحد يدير على حسب العائلة تاعو. هنايا نديرو الدجاج، الثوم نقطعها هكذا خشين، ونديرو حبة بصل تكون يعني متوسطة، ما كبيرة بزاف ما صغيرة. وهنايا كما قلنا على حسب لا كونتيتي تاع الرز تاعكم. اذا كان عندكم الرز بزاف ديروا حتى ل2 حبات. مي انا حندير شويه رز. هنا درت حبه متوسطه، درت لها شويه ملح. هنا ضفنا التوابل، درت لها هنايا راس الحانوت، درت لها شويه كوري، درت لها بابريكا، درت لها سكنجبير. تقدروا تزيدوا حتى الكركمه، انا الكركمه ما عنديش. نخلطوا جميع المقادير، نخلوه يتقلى على نار قليله حتى يتحمر لنا الدجاج هذا مليح. يعني ما نحمروه بزاف باسكو راح نقلوه من بعد، مع الاخر راح نقلوه هكذا. هنا زدت طماطم صبرة وطماطم مخليه الحبه، يعني الطماطم تاع الحبه 3 حبات ولا 4 مخليين. انا عندي هذه تبع حبه مخليه، وطماطم مرقه كبيره تاع العشاء تاع طماطم ولا زوج هكذا. نخلطوهم كامل مع بعض، نخلوها تتقلب مليح الطماطم، نعرف تنحى لها هذيك القروسيه وتجينا بنينه، ونخلوها تتقلى على نار. بعد ما تقلات لي الدجاج تاعنا مليح نحكموا الماء سخون ونمرقوا. وهنا نمرقوها على حسب لا كونتيتي تاع الرز. اذا كان عندك الرز بزاف مرقيها بزياده، واذا كان عندك غير شويه مرقيها نورمال هكذا. نخلطوها شويه ونغطوا عليها ونخلوه حتى يطيب لنا هذاك الدجاج. وهنا بالنسبه للخضره عندي باذنجان، حبه قرعه، حبه بصل، طماطم، تحبوا الحمراء وتحبوا الخضراء ولا دبروا راسكم. انا عندي هذا واش عندي، وعندي شويه بطاطا. البطاطا تقدروا تزيدوا شويه اللي يحب البطاطا مقليه مع الرز. هنايا الخضره تاعنا قطعناها دوائر بالطول، والحبه بصل قطعوها دوائر، انا قطعتها اون دو، نورمالمون نقطعها دوائر مي نسيت قطعتها هكذا نمسح كيف. هنايا ندير المقله تاع الزيت، نحط فيها شرائح الباذنجان. كيما هنا الباذنجان تقدروا تخلوا له القشره تاعو الكحله هذه وتقطعوهم. انا ولادي ما يحبوهاش هكذا. نقلوهم كامل، سيو ما نقلوهمش بزاف، ما نحمروهمش بزاف باش ما يجوناش مرين كي ناكلوهم، باش ما يطرقوش المرار تاعهم هكذا. غير نحمروهم يكونوا اللون تاعهم شباب شويه خلاص. كي نكملوا نقلوا الباذنجان البطاطا والقرعه تاعنا يعني كورجات والبصل كامل، نحطوهم دو كوتي حتى يطيب علينا، حتى يطيب لنا هذاك الدجاج تاعنا. وهنا الرز تاعنا نديروا له ماء سخون ونخلوه شويه فيه واحد 10 دقائق، ومن بعد نبداو نغسلوه حتى الماء تاعنا يولي صافي. نبداو نغسلوه ونعاودوا له في الماء تاعو، ونعاودوا له ماء سخون حتى يصفى لنا، حتى يفتح لنا كامل هذيك لاميده. هنا بعد ما قليت الخضره تاعي، الباذنجان، القرعه، البصل والبطاطا والطماطم، نحطوها بجيح. هنا نزيدو نحكمو الدجاج تاعنا، نحوه من المرقه ونحمروه. نحمروه غير شويه باش يكون وجهه خفيف، باش يكون ثاني بنين هكذا. ونحوه ونحطوه دقيق ثاني. هنا بعد ما طبنا نحيتنا الدجاج هذاك حمرناه، والروز تاعنا قطرناه مليح، نورمالمون ندخل المرقه اللي بقات لنا هكذا. شوفوا كيما هنايا الروز ما يسحقش الماء، تشد روحها شويه وطيح هكذا صافي. هنايا ما راحش نزيد مرقه، ولا شفتوا المرقه الروز خاصو شويه مرقه زيدوا له غير شويه ماء سخون على نار قليله حتى يطيب لنا هذا الروز كامل. كي يولي هكذا حكموا خلطوه كامل كيما نعرفوا كي نطيبوا الروز. توجور الخضره هذيك اللي عندنا من فوق
نخلطوه. انا مازال ما طابش ان ميم طون باش ما يلصقلناش تاني من تحت. هكذا هكذا عاودو خلوه بتي فو. هكذا عاودو اغلقوا عليه وخلوه على نار قليله حتى يطيب لنا كامل الرز. هنا بعد ما طاب لي الرز نسي ناخدو كاش كسرونه اللي ما تلصقش. انا كان درت فيه هذه خير، هذه ما تلصقليش هذه مي بون نديرها لهنايا. كيما الرز راه طاب لي مليح، الدجاج تاعي قليته، الخضره تاعي كامل مقليه. ناخذ الباذنجان تاعنا نديرو هكذا نوقفوه باش يجينا الشكل تاعو شباب. ندير هكذا باش نشوف شحال يجيني. في الوسط نحكمو هذيك البطاطا كما قلنا، اللي عنده بزاف بطاطا. انا هادو هما الاخرين اللي عندي حتى غدوه ان شاء الله المارشي نروحو نقضو. نديرها غير في الوسط هنايا. هي التزيين تاع هذا ديروه كيما تحبوا. نديرها كامل في الوسط. غنزيد نحكم الكوكجات تاعي نديرها تاني كامل ساير داير. نزيدو نحكمو هنايا شويه طماطم تاني. نسير توجور نقادو الماء تاعها هذا باسكو الطماطم تطلق البنه تاعها على الرز. وندير تاني لداخل هكذا باش يجينا معسل الرز هكذا. هنا دوكا نبداو ناخدو في الرز. شوفوا الرز كيفاش جا، ما جاش معجن. نشوفوا مليح. نبداو نديرو دوكا من الفوق ونمشوه كامل. سيو ما نحركوش هذيك الخضره باسكو سقمناها مليح، ما نبوجيوهاش. الا شفنا هذيك الباذنجان طاحت نزيدو نعاودو نرفدوها. وانايا مع الاول ما نديرش بزاف الرز باش يجي الدجاج تاعي كامل قريب للخضره. هكذا الدجاج كل واحد يدير على حسب واش عنده هو، ماشي غير لازم شرط يكونوا غير لي كويس هادو ولا لي بيلون. هكذا انا الزيت تاع الروز هذه تاع الدجاج بليتو نديرها كامل فوق، ما عنديش بزاف بصح تجي بنينه مع الروز. ونزيد نعاود نعمر فوقها الروز. هو اللي عنده اللي عنده الكاسرونه تاعو ولا طنجره تلصق له، سي تحكموا بابي سولفوريزي بابي كويسون، ديروا له قطعوه مدور هكذا وحطوها في لو فون هكذا باش كي تقلبوها الخضره كامل ما تلصقكمش في الكاسرونه. هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني كاسرونه تكون مليحه. انا ما ندير فيه هذه البيضه، هذه ما تلصقليش كامل صافي كي نقلبها تخرج لي هايله. مي هذه بون فيها الشك شويه، راح ناخذ اليوم الريسك بصح واش عليه. ما نعبزوش عليها بزاف بصح نستفوها مليح. انا هذه نديرها بزاف. بون نسيت من قبل البصل ما درتوش. كيما هنا راح ندير الباذنجان يفضل لي. هكذا ما كاش كيما الخدمه باليدين. والقرعه تاعي الكورجات نستفوها كيما نحبوا على حسب واش عندنا، ولا اللي يحب يكثر الخضره. هذا الرز قد ما تكثري له الخضره قد ما يجي بنين. هكذا نزيدو نحكمو الطماطم تاعنا نضمنها الماء تاعها. قلت لكم هذا الشيء ما تخافوش يعني.
نحكمو الطوماط نتاعنا نحطوها من فوق ثاني هكذا. كما قلنا تزيين كل واحد يدير واش يحب، ماشي لازم شرط ديروا كيما انا. نحك شرط الطماطم هذه من بعد تجيني البنه تاع الخضره كامل في الزيت تاعها اللي تبقى صافي، هذيك ما نرموهاش. نديرو ثاني شويه بصل. البصل نورمالمون ديرو مع الاول، لا انا نسيتو مي بصح ماشي مشكل. هكذا نعمروها هكذا، وثاني الماء الزيت تاعها هذيك هاك. مع الاخر نزيدو نكملو الروز ديالنا. كيما نعرفوا كاين اللي يديروا الروز ديريكت يطيب فوق الخضره هذيك، بصح انا ما نديرش هذيك الطريقه. كي درت هذيك ودرت هذه عجبتني هذه وجاتني سهله. هذه يعني تنجح لك 100%. ما يتعجن لك الروز ما تخافيه، هكذا تقدري توجديها وحتى لليل تروحي تشعلي لها شويه بعد ما يسخن لك شويه الروز هذيك، حتى 15 مينوت وتطفي عليها. انا هذه الطريقه اللي نحبها، نوجدها تمتم ولا نحب نوجدها العشيه تشوفوها واجده. هيدا بعد ما كملتها نغلق عليها ونحطها على نار قليله ونخلوها هكذاك يعني حتى تشوفوها لافابور طلعت من فوق. واش نديرو على نار قليله باش ما تحرق لكمش الخضره من تحت. انا هنا بعد ما نحيتها طاحت لي شويه، نورمالمون تجي خير. كما قلت لكم قبل الكسرونه هذه شويه عيانه. هكذا شوفوا كيفاش هكذا نفتحوها هنايا والدجاج كامل راه من الداخل هكذا. هنا البلاطو برك حطوا واحد شويه واسع شويه كبير هكذا. هذه هي الوصفه تاعنا تاع النهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ونلتقي في فيديو اخر باذن الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.